ضمن منتخبين لقبة البرلمان، وإن شاء الله كل الثقة إذا كانت من طرف الناس ثقوا فيا. لما لا؟ لأننا ما نصرفناش أن الناس تيصرفوا الفلوس لغرض مصالحهم. أنا ما غادي نصرف والو، سميت الشعب، تنتكلم على أبناء الشعب بحال واخا السكن الاقتصادي مشكل عويص، الدعم اللي تيتعطى ما كاين مجرد وهم. هادشي افكار اساسيه. تنشوفوا ان الشارع الا بغيت تصايب تيتصايب 4 المرات. علاش هناك عوائق كثيره بالنسبه للشوارع في مدينه مراكش، هناك كوارث بالجمله في مدينه مراكش. هذا الشيء الا ما جاش قدهم شي واحد اللي تيجتهد ولد الشعب ما غاديش يتقاد. الى فيه الخير علاش لا؟ الا كان صالح للامه حنا تنطلب من الله. شوف انا درت صلاه الاستخاره وتنتمنى الله نكون على قد حب الناس باش نخدمهم. انا نكون هي فيها الخير للعباد وللبلد. صراحه انا بغيت بلادي وتنامن بواحد الحاجه اللي سميتها الطموح والاجتهاد. شوفوا الشباب، انا شاب اللي عندي 23 سنه تنبيه الحوت. انا ترشحت. علاش انت عندك بزاف ديال الدبلومات وعندك بزاف ديال الشهادات وجالس داركم علاش تنخليو ناس اخرين؟ فاليوم هو يوم تغيير، عام تغيير. ان شاء الله غادي تشوفوا عبد الاله مول الحوت في قبه البرلمان بعد الثقه ديال الناس ان شاء الله. شوف وغادي يكون اجتهاد خيالي، لان تنشوفوا حاليا ان العيد الكبير على الابواب، والله لا غادي يقع الكوارث. انتم قولوا قال هذاك الدري الصغيور. فانا عندي بزاف ديال الحوايج ما نعطي. غتشوفوني في المحكمه، غتمشي للمحكمه لانني مخاصم، لكن والله ما نمشي وانا عندي ديون ديال المواطنين، وانا عليا اختلاسات وعليا نهب واموال، راه عيب وعار. فهذا حل ديال نوضعوا شباب جديد، نوضعوا فيهم الثقه. وانا تنقول الا كانت الثقه ديال الناس فيا اننا اول حاجه هو يكون واحد القانون جديد، هو